السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله نقترح عليكم وجبة غداء اللي كتجي رائعة، كفتة ديال السرديل مع سلطة ديال المقارونية بالخضر. نتمنى نالوا الإعجاب ديالكم، فقط شاهدوا الفيديو للآخر وما تنساوش تدعموني باللايك وبالاشتراك إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة، وكنتمنى منكم تبارطاجوا مع الاهل والاصدقاء. كنحتاجو هنايا بصله متوسطه كنحكها بهاد الحكاكه الغليظه وكنصفيها من الماء. كندير الكمون والتحميره وشويه القرفه والابزار والسكنجبير والخرقوم والثومه محكوكه، قزبر ومعدنوس تقريبا 2 معالق كبار. وهنا عندي كيلو ديال السردين اللي غسلته وزولت ليه القشره وطحنته. هنا خديت هنايا بحال غتقولوا بطاطا كبيره، غادي نحكها اولا 2 صغار. هنا حيت عندي صغيره بزاف درت 4. غادي نحكها في هذه الحكاكه الرقيقه، ما ديروهاش في الغليظه، ديروها في الحكاكه الرقيقه. ومن بعد كتصفيوها مزيان من الماء بحال هذه الطريقه. غديروها حتى البصله راه ما صورتهاش معكم، قلت ما كاينلاش نطول الفيديو. نفس الطريقه ديال البطاطا راه هي البصله حتى هي، غير الاختلاف في الحكاكه. البصله كنديروها غليظه وبطاطا كنديروها رقيقه. صافي هنا بعد ما حكيت ديك البطاطا كنضيفها لهاد المكونات، ومن بعد كنخلطهم مزيان حتى كينسجموا. ضروري تخلطوهم حتى تحصلوا على واحد العجين، على واحد الخليط بحال العجين. هنا غادي ندير عصير ديال الحامض، غادي ندير 2 معالق كبار، ولكن غادي ندير المعلقه الاولى فاش كنكون كنخلط، والمعلقه الثانيه ملي نقرب نكمل التخلاط باش تبقى ديك النكهه ديالته. والملحه يا البنات ديروا الملحه، راني نسيتها مع المكونات في الاول حتى تفكرتها وضفتها. صافي هنا كيف ما شفتوا غادي نعجنها. عجنوها بيديكم، من الاحسن باليدين كتندمج وكتجي مزيانه. هنا غادي نضيف الملعقه الثانيه ديال العصير ديال الحامض كيف ما قلت لكم، وغادي نخلطها مزيان. كيف ما شفتوا عجنوها باش كينسجموا هاد المكونات. راه كتجي رائعه البنات، غير جربوها. الا بغيتو تقليوها في شويه ديال الزيت راه غتشوفوا معايا الكميه ديال الزيت اللي درت، تقريبا 2 معالق ولا 3. انا راه درت الملحه كما قلت لكم. واللي ما بغاتش ديرها في المقله تدخلها الفران، اولا تاخذ الاله ديال البانيني ودير ورق الطبخ فيها، ومن بعد تحطها تخليها حتى تشد راسها وتقلبها اولا تسد عليها البانيني. راه كتجي رائعه، كتجي صراحه لذيذه وزوينه. نتمنى تجربوها ان شاء الله. صافي هنايا بعد ما خلطتها مزيان وكنتحصلوا على هذا القوام اللي كتشوفوه. صافي هنا كناخذ واحد المقلاة كنديروا فيها واحد الكميه قليله ديال الزيت، تقريبا 2 معالق ولا 3 كبار كيف ما شفتوا معايا. كنديرها فوق العافيه واحد تسخن، ومن بعد كنقص عليها العافيه وكندير كويرات من الخليط ديال الكفته وكنبسطهم شويه بين يدي وكنديرهم في المقلاة. طريقه سهله وكتجي رائعه. اللي ما بغاتش كيف ما قلت لكم تقليها في الزيت تدخلها الفران اولا طيبها غير في البانيني. صافي غنستمر بحال هكا حتى ندير واحد الكميه اللي تهز ليا المقله، نحس بها بدات كتشد في راسها، ومن بعد كنقلبوها. صافي نستمر بحال هكا. هانتوما شفتوا ملي كتبقى تشد في راسها. صافي هنا راه كنقلبوها. راه ممكن البنات تقليوها بلا زيت، وممكن حتى الا بغيتو تشويوها راه تشويوها اللي بغيتو. غير المهم المقله الا بغيتو ديروا بلا زيت تكون المقله اللي مزيانه اللي ما كتلصقش. انا واخا عندي المقله راه مزيانه ما كتلصقش، ولكن كنفضل ندير هاد 2 معالق ديال الزيت. وكيف ما غتشوفوا معايا راني ما حذفتش المقطع، طيبتها كامله معكم باش تشوفوا ان القياس ديال الزيت اللي درت ما عاودتش ضفت كميه اخرى طيبت فيها واللي طيبته في الاخر راه تقريبا نقولوا طاب بلا زيت. هانتوما راه غادي تشاهدوا معايا الفيديو. تقريبا راه طيبتها على 3 ديال المرات. فهذه المره الاولى راني حيدتها، والكميه الثانيه انا غادي نديرها دابا. نتوما كيف ما شفتوا كنقرصها وكنبسطها بين يدي. بغيتوها غليظه اولا بغيتوها رقيقه كتحكموا في القوام ديالها اللي بغيتو تديروا. هانتوما شفتوا معايا غادي نخليها نفس الطريقه حتى تتشد في راسها، ومن بعد كنبدا نقلبها.
نديرها المقله الثانيه. ها هي راه طيبتها وكنزولها، وانتم غادي تشوفوا معايا الكميه الثالثه. هانتوما راه ما ضفت لا زيت لا والو، انا راه كنبسط وكنحط. انا غادي نستمر بحال هكا حتى كنسالي الكميه كامله ديال الكفته، وندوزو ان شاء الله نصاوبوا السلطه باش غادي نرافقوها. لتحضير السلطه خديت هنايا المكرونيه اللي سلقتها مع شويه ديال الملحه ورقه سيدنا موسى وزيت الزيتون. استعملت هذا النوع، نتوما ممكن تستعملوا اي نوع وتستعملوا حتى الكميه اللي بغيتو. انا هنا درت 500 غرام. ملي كنسلقوها درتها في واحد الصفايه وكبيت عليها الماء بارد، ومن بعد خليتها كتسقطر، وخديت البطاطا حتى هي سلقتها مع شويه ديال الماء، وحتى هي درتها سلقتها مع الماء والملحه، وحتى هي درتها تسقطر. ودرت جزره واحده كبيره محكوكه، بغيتو تسلقوه سلقوه. الزيتون مقطع دوائر، وهنايا درت علبه الاسقامري. المهم ديروا اللي بغيتو، ديروا حطون اولا ديروا المهم اللي يعجبكم، اولا ديروا حتى قطع ديال الدجاج. خديت هنا في واحد الزلافه درت شويه ديال المايونيز، تقريبا معلقه كبيره عامره، ودرت معلقه صغيره ديال الخل، ودرت زيت الزيتون واحد 3 المعالق بحال هكا ولا 2 كبار. غادي نخلط هاد المكونات وغادي نضيف ليهم نتبلهم بالملحه والبزار والثومه غبره. راه الثومه غبره كتعطي واحد المذاق زوين. المايونيز سواء المايونيز اللي كنديروه في الدار، كنديروه بالحليب اولا الحليب والفرماج، اولا الحليب والبيض، اولا الحليب وبطاطا، اولا حتى غير دانون طبيعي، ياغورت طبيعي، حتى هو راه كيعطي واحد النكهه زوينه. صافي انا غادي نضيف هذا المايونيز لهاد السلطه وغادي نخلطها مزيان. ولا بغيتو ديروا المايز ديروه، اي حاجه عندكم في الدار ديروها. المهم انا داكشي اللي كان عندي راه قضيت به. صافي انا غادي نخلط المكونات مزيان حتى يندمجوا، ومن بعد غادي نتلاقى انا وياكم ان شاء الله نقدمهم في طبق ديال التقديم مع السمك السردين. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى نالوا الاعجاب ديالكم. زينت هذه السلطه بقطع ديال الطماطم والبيض مسلوق وحبات ديال الزيتون اسود وشويه ديال الخس مقطع حتى هو طريفات. صافي وكيكون هذا هو الشكل ديال كفته ديال السردين. كيف ما شفتوا راه كتجي رائعه وكتجي لذيذه، غير جربوها. حتى اللي ما كياكلوش ليه وليداتو السردين، هذه الطريقه راه غادي تعجبهم بهاد الكفته ان شاء الله. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تنساونيش من اللايك ومن البارطاج مع الاهل والاصدقاء، وكنتمنى منكم شي تعليق يكون محفز. واللي كيشاهد قناتي اولا كتشاهد قناتي اول مره، فضلا وليس امرا اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم بزاف على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه.